في الخروجات والمناسبات المهمه حلوه قوي ان البرفيوم يقول انك وصلت قبل ما الناس حتى تشوفك، لكن في الشغل انت مش محتاج تعمل كده خالص. برفيوم الشغل الصح يتلاحظ لما حد يقرب منك يكون برفيوم كلين وشيك وثابت معاك طول اليوم من غير ما يخنق الناس اللي حواليك في حته مقفوله ويبقوا مستنيينك تمشي عشان يعرفوا يتنفسوا. والمفاجاه انك مش شرط تدفع رقم كبير عشان تلاقي برفيومز بالمواصفات دي. عشان كده انا جمعت لك ارخص 7 برفيومز رجالي مناسبه للشغل، بدايه من البرفيومز الكلين الخفيفه والفريش لحد البرفيومز الشيك اللي تنفع للاوتفيتس والميتنجز المهمه. واخر واحد فيهم كان اكتشاف بالنسبه لي ومن البرفيومز اللي بخاف تخلص من عندي من كتر ما بحبه. البرفيومز اللي حقق مبيعات ب5 مليون دولار من اول 10 ايام بس سنه 94 برفيوم عمل ثوره في عالم العطور وقتها، وبعد اكتر من 30 سنه لسه بيتباع ومحافظ على اسمه كيلفين كلاين CK1. وده ما كانش اول برفيوم يونيسكس في التاريخ، لكن كان اول واحد ينشر الفكره بالشكل الضخم ده، وفي وقت كان فيه البرفيومز متقسمه لرجالي وحريمي. الكامبين اللي عملها البراند قلبت الدنيا وقتها لانها كسرت شكل الفخامه المثاليه اللي متعودين عليها في اعلانات البرفيوم. الاعلان كان ابيض واسود وظهر فيه شباب وبنات باشكال وستايلات مختلفه عشان يوصلوا فكره ان البرفيوم ده معمول لكل الناس. ريحه البرفيوم كلين وفريش جدا، مع اول رشه بتشم ريحه البرجموت والليمون والاناناس والبابايا، وبعدها بشويه بيبدا يظهر الشاي الاخضر والبنفسج مع الياسمين، وبعد شويه لما بيهدى اكتر على الجلد بتبدا تظهر ريحه اكتر المسك والعنبر والورد. احساسه حرفيا كانك لسه خارج من الدش ولابس قميص ابيض نظيف وريحته حلوه. ورغم انه يونيسكس لكن هو برفيوم شيك جدا على الرجاله اكتر من البنات، وده بيخليه مناسب للشغل والجامعه والمكاتب المقفوله عموما. فوحانه وثباته هاديين، بيقعد تقريبا من 3 ل5 ساعات، فممكن تستخدمه من 4 أو 5 رشات بس، وتجدد رشتين مثلا في نص اليوم لو احتجت. سعره في مصر من 2500 ل 2900 جنيه للازازه ال 200 مللي، وده يخليه قيمه ممتازه جدا مقابل السعر لانه هيقعد فعلا معاك فتره كبيره جدا بالحجم ده. البرفيوم اللي بعده بقى قصته غريبه جدا ومختلفه شويه، لان البراند اللي عمله اغلبنا يعرفه من عالم العربيات مش العطور. جاكوار في 2009 قررت تقدم نفس الاسم والصوره اللي الناس عرفتها بيها في عالم العربيات وتدخل عالم العطور، وتقدم واحد من اشهر العطور لحد النهارده وهو جاكوار كلاسيك بلاك. برفيوم فريش سهل تحطه كل يوم، مش هيقيدك، في نفس الوقت شيك لو عندك ميتنج او مقابله مهمه، مش هتحس انك حاطط برفيوم عادي او اقل من المناسبه. ريحته فيها دفى بسيط كده بيديها شكل اشيك من البرفيومز الاكواتيك التقليديه. تخيل كده تفاحه خضراء متقطعه جنب كوبايه شاي متبل بالهيل، وبعدها دخل عليهم مسك واخشاب ناعمه. اول ما بترشه فعلا بتحس بريحه التفاح الاخضر مع المندرين والبرتقال المر. بعدها بيظهر الشاي والهيل بقى وجوز الطيب، ولما بيبدا يمسك على جلدك شويه بتشم ريحه المسك والتونكا مع شويه اخشاب. هم دول اللي بيخلوا بقى الريحه زي ما قلت في الاول انعم وادفى. جمدان اللي فيه ان هو فيه لمسه شوجر بسيطه مش بتخليه يقلب ان هو يبقى برفيوم تقيل ويخنقك. فبرفيوم بيبقى شبه كده وانت رايح الشغل ولابس قميص وبنطلون وشكلك مهندم وشيك، او على بليزر حتى في ميتنج مهم، وبرده ينفع تكمل بيومك عادي جدا لو خارج من غير ما تحتاج تغير البرفيوم بتاعك. فانا بشوفه برفيوم جوكر معاك في اي وقت. بلاش بس تحطه في يوم حر قوي لو طول اليوم بره، لان ريحه التونكا مع الشوجري خفيفه ممكن تحسسك ان هو اتقل شويه، لكن اختيار ممتاز جدا للمكتب او الاماكن اللي فيها تكييف. ثباته متوسط تقريبا من 4 ل 6 ساعات. 3 رشات منه هيدوك المطلوب منه من 4 رشات مثلا لو المكان اوسع. سعره ما بين 1600 ل 2200 اعتقد حسب اخر حاجه انا بصيت عليها. طبعا ده حسب السيلر اللي بتشتري منه، وبتشتري من مصر او من بره مصر للازازه ال 100 مللي طبعا. وده فعلا من احسن وارخص البرفيومز اللي تستخدمها في الاماكن المقفوله. نروح بقى للبرفيوم اللي غير مفهوم البرفيوم الرجالي في عالم العطور، من ريحه التوباكو والجلد والتوابل الثقيله لريحه اكواتيك فريش تحسسك انك خارج من البحر والهواء البارد بيخبط فيك كده. دافيدوف كول ووتر. البرفيوم ده لما نزل سنه 88 قلب عالم العطور وقتها، لانه قدم احساس الانتعاش والنظافه من برفيوم رجالي بشكل ما كانش منتشر قبل كده، وفتح الباب لاتجاه الاكواتيك في براندات كتير مشت وراه بعد كده. كان من اوائل تقريبا الناس اللي عملت برفيومز بالشكل والستايل ده. في 2011 قرروا يعملوا كامبين مع بول ووكر، وده ما كانش صدفه ولا اختيار عشوائي، لان الشركه نفسها نزلت انها اختارته لانه فعلا من الناس اللي بتعبر عن البرفيوم في اللايف ستايل بتاعه. اول ما بترش برفيوم كول ووتر هتشم ريحه النعناع واللافندر مع الروزماري، ومعاهم اكواتيك نوتس بارده، وبعد كده بيبدا يظهر الياسمين بس بشكل خفيف شويه، هيخلي الريحه تروح ناحيه الفلورا شويه. ولما بيهدى على الجلد المسك والخشب بيدوك احساس البرفيوم الرجالي الشيك. عارف احساس كده الشاور البارد في يوم حر قوي؟ هو ده فعلا الاحساس اللي بيبقى البرفيوم لما بترشه.
ريحته فعلا منعشه، مش شجري او تضايق، وده اللي بيخليه اختيار عملي جدا للشغل او الجامعه او المكاتب المقفوله، خصوصا في الصيف او الربيع. ثباته طبعا متوسط من 3 ل 5 ساعات، فوحانه بيكون واضح جدا من البدايه. وسعره برضو اخر ابديت، برضو ما اعرفش الاسعار دي دلوقتي هتبقى عامله ازاي، من 2000 ل 2400 جنيه الازازه ال 125 مللي. فانت بتاخد برفيوم بحجم كبير وسعر اقتصادي، وفي نفس الوقت في عطر مميز. البرفيوم ده بقى من البرفيومز المهدور حقها، مع انه وقت ما نزل الكامبين بتاعته قلبت الدنيا. جيس اومو، البرفيوم ده اول ما نزل جيس عملت له بيلبورد كبيره جدا في قلب التايم سكوير سنه 22. جيس عملت ازازه البرفيوم بشكل كبير كانها بتخرج من الشاشه وبترش عليهم برفيوم، وطبعا وانت ماشي في الشارع بتشوف ده. ودي كانت اول مره نشوف حاجه زي كده، برفيوم موديل ملفت للنظر، بتعبر عن الراجل الشيك اللي حضوره واضح وشيك، لكن في نفس الوقت من غير فخامه متكلفه او مبالغ فيها. ريحته بقى عامله زي مثلا يوم كده بدأته بدري وانت فايق ومركز، وخلصته في خروجه من غير ما تحتاج ترجع تغير. البرفيوم ميكس فريش وريتش من الجريب فروت المنعش مع اللافندر والهيل، بيحسسك بالنشاط وبيصحصحك من الاخر. هو مش شبه اي برفيوم سيتروس تاني، ريحه بعد شويه بتغير لك مودك. ريحه الزعفران مثلا بتخليها كانك كنت لابس كاجوال كده وبعد كده بقيت لابس سمارت كاجوال، او كانك زودت جاكيت كده على لبسك فزودت الشياكه بتاعتك. فهو بيكمل كده حاجه معينه عنه. لما بيهدى على الجلد، العنبر والاخشاب الغامقه بيسيبوا ريحه دافيه برده وناعمه على الجسم. في تسكيره خفيفه بتخلي الناس تحب تقرب منه من غير ما تبقى تقيله في المكتب، ومناسب جدا للصبح وبالليل في الميتنجز، وطبعا الخروجات اللي بعد الشغل عادي جدا. بس بلاش برده تحطه في حاجه في عز الظهر او حر، لانك هتحس ان هو تقيل مش خفيف. ثباته برده متوسط 4 ل 5 ساعات، فوحانه قوي في الاول وبعدها بيهدى بعد كام ساعه. سعره برده من 2000 لغايه 2400 او 500 الازازه ال 100 مللي، حسب برضو المكان والعروض، وده بيخليه من الاختيارات القليله اللي بيديك ريحه مودرن من براند عالمي زي جيس. البرفيوم بقى اللي جاي بيعبر كده عن لحظه الماتش بوينت في التنس. عارفين كده اللحظه اللي بيبقى فيها اخر نقطه في الماتش، والنقطة دي قرار واحد ممكن يضيع الماتش خالص؟ لاكوست ماتش بوينت تسمى على اسم الموضوع ده عشان يوريك قد ايه هو قريب من الحالة دي. تصميم الازازة نفسه متاخذ من التنس، قعدتها عاملة زي الاثر اللي بتسيبه الكرة على ارض الملعب، الغطا ملمسه شبه ايد مضرب التنس. لو البرفيوم ده شخص فهو واحد داخل يومه بطاقة عالية جدا وعارف هو رايح فين من البداية. اول ما هترشه هتحس بانتعاش الليمون، بس قبل الريحة ما تبقى سبورت عادية، الفلفل الاسود والهيل بيدوها شوية جرأة او لسعة صغيرة بتخلي البرفيوم ملفت اكتر. بعد بقى ما البرفيوم بيهدى شويه واخد راحته على الجلد، بيظهر بقى الجنب بتاع المندرين والباتشولي، وهنا شخصيته بتتغير. نفس النشاط موجود بس فعلا بيبقى اهدى وانضج شويه. من الاخر كده مش الراجل اللي داخل الميتنج وعايز يعمل قلبان، هو عارف هو عايز يقول ايه بالظبط، هيقول كلمتين ويطلع. فهو تقيل، عارفين كده، عامل زي توم فورد في البرفيومز بس في الحاجات الخفيفه. ثباته يعتبر كويس 6 ساعات، فوحانه برده متوسط 3 رشات كفايه جدا في الشغل، لو 4 لو المكان اوسع شويه. سعره يعني ما بين 2000 لغايه 3000، اعتقد ان هو مش اكتر من كده يعني، اخر حاجه برضو بصيت عليها. فانا بعتبره برضو فعلا من الصفقات المحترمه في الحته دي. البرفيوم بقى اللي جاي من براند معروف جدا بالإليمة اللكتشري، برفيوم ريحته هتفكرك باول يوم في الاجازه مثلا. مون بلون ليجند سبيريت، الجريب فروت والبرجموت في البرفيوم ده بيدوه انتعاش واضح جدا، وفي نفس الوقت فيه فلفل بيكسر الحده بتاعته شويه. بعد شويه بقى بيدخل اللافندر والهيل اللي بيدوله فعلا الانتعاش مع المسك الابيض واخشاب الكشمير اللي بيسيبوا على الجلد ريحه نظيفه وريحتها كريمي شويه. عارف كده كانك داخل لوبي فندق شيك كده وكل حاجه حواليك بيضه. هو تقريبا الاحساس بتاعه شبه كده، على الرغم بقى من الاحساس بتاعه مرتبط بالاجازه والتفخيت شويه، الا ان هو عملي جدا للشغل لانه فريش من غير ما بيبقى سبورت زياده، شيك من غير ما يبقى رسمي او تقيل، ينفع للايام العاديه في المكتب والميتنجز اللي بتعملها الصبح. هو مختلف شويه عن كول ووتر، هو ممكن يبقى فيه تشابه شويه في كول ووتر، بس هو برده مختلف عنه ان كول ووتر ابرد شويه قريب من هوا البحر، بس الليجند سبيريت انعم طبعا من كول ووتر ومودرن اكتر. المسك اللي فيه بيحسسك بالنظافه، بيدي تسكيره خفيفه للبرفيوم على جلدك. احسن وقت ليه طبعا هو الربيع والصيف. ثباته تقريبا عالي شويه 6-7 ساعات، وفوحانه واضح من البدايه، فاربع رشات على الجلد هيبقوا كفايه جدا. سعره برده حوالي 3000 جنيه. لو مش شمتوش فعلا حاول تجربه وتشوفه، هتفهم الاحساس اللي انا بتكلم فيه ده. انا عارف ان حاجات الاحساس اللي انا بقولها دي ممكن حد يشوفها يقول ايه اللي انت بتقوله ده يعني ايه داخل لوبي فندق مثلا، بس انت مش هتفهم غير لما تشمه.
واخيرا البرفيوم المفضل بالنسبه لي، البرفيوم اللي بقاله اكتر من 30 سنه في الماركت ومع ذلك كل مره بحطه بتسأل على ريحته فريش وشيك ومش شبه اي حاجه تانية. ده من اكتر فعلا البرفيومز اللي بحبها جدا، اسمياكي لوديسي بور هوم. والمفاجاه ان اللي صمم العطر ده هو جاك كافيليه اللي بقى بعد كده الماستر برفيوم لبراند لوي فيتون، واستخدم فيه ماده اسمها كالون، ودي ماده عطريه بتدي البرفيوم احساس نسبه البحر المنعشه شويه. اكتر حاجه بتميزه هي ريحه اليوزو، ودي فاكهه ياباني شويه شبه السفندي. عندنا ميكس ما بين الليمون والمندرين والجريب فروت. تخيل كده ان انت عصرت قشره ليمونه ساقعه على رشه سيترس حاده مثلا، وفيها مراره خفيفه بتخليها شبه ريحه الليمون العاديه. الانتعاش ده طبعا بيفضل خفيف بسبب اللوتس اللي في البرفيوم، لكن جوز الطيب والتوابل بيدخلوا بهدوء عشان البرفيوم ما يبقاش مجرد ريحه صيفي وخلاص. وفي الاخر خالص الصندل والعنبر بيثبتوا الريحه على الجلد وبيدوها طابع رجولي وشيك. فعلا اللي ما جربش عموما عطور اسمياكي فايته كتير. ثباته من 4 ل 5 ساعات، فاحيانا بيبقى واضح في اول ساعه او ساعتين. انا بحب ارشه اكتر على الهدوم، ما بحبش ارشه على الجلد قوي، بيبقى ريحته اكتر على الهدوم بتبقى حلوه. سعر الازازه ال 125 مللي حوالي برضو 2700 ل 3000. واحنا كل البرفيومز اللي بنتكلم عنها النهارده في الرينج ده تقريبا، ممكن يزيد او يقل حسب برضو طبعا زي ما قلت في الاول هتشتريه منين وفي خصومات ولا لا. وفي الاخر احب اقول لك ان احسن برفيوم للشغل مش شرط يكون اغلى واشهر برفيوم في الدنيا، اكيد زي ما انتم عارفين في برفيومز اغلى من كده بكتير جدا. البرفيوم الصح هو اللي بيخلي ريحتك مميزه وحضورك شيك من غير ما يخنق الناس اللي حواليك. برفيوم شبهك وسعره مناسب للبادجت بتاعتك وينفع تستخدمه كل يوم. لو بتستخدم واحد من البرفيومز اللي اتكلمنا عنها قول لي رايك في الكومنتات، ولو عندك اقتراحات تانية اكتبها برضو، ممكن نعملها فيديو تاني عن الجزء التاني من اكتر برفيومز رخيصه للشغل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك، وبرضو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ده بيفرق فيه جدا في انتشار الفيديو. وسلام.